اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ ايه رايكم لما نيجي نعمل كده شويه طعميه لسحور رمضان؟ ما شاء الله كميه حلوه وكمان احلى وانضف وكمان اوفر كتير من ما تجيبيها من المطعم. يلا بينا. الواحده دلوقتي بقت قد الفتفوته وب2 جنيه وبجنيه وحاجات كده. مفيش متهيألي بجنيه، ب2 جنيه يا جماعه. بص القرص اللي انا عاملاه ده كله ما شاء الله بيتباع بكام؟ بصراحه انا بحب اوي اعملها في البيت. انا ما بحبش خالص ولا الفول ولا الطعميه من المطعم. بصراحه بيعملوا الحاجه من غير ما بينقوها. بيعملوا الفول اذا كان الفول المدشوش او الفول اللي هو الفول المدمس بيعملوه من غير ما بينقوه. لكن الحمد لله اي حاجه في البيت انت بتبقي منضفاها وغسلاها كويس وتبقي ضامنه نظافتها. يلا بينا بقى. شوف القرص الجميل ده انت بتجيبيه بكام من ايه من المطعم. يلا بينا بقى. اعملي كميه حلوه وارميها في الفريزر وطلعها على قد الاستخدام. عايزه اقول لك الكميه اللي انا عاملاها دي الكيس يقضي اكتر من 15 قرص. شوفي بقى انا عملت الله اكبر شويه اكياس حلوه جدا. شوفي بقى هيجي يكلفك قد ايه. بصي يا ستي الكل، انا جايبه 2 كيلو فول مدشوش. الفول ده تقريبا كان ب40 45، كنت جايبه 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله. نقعته لمده ليله كامله زي ما انت شايفه كده. اول ما تحسي انه بيتكسر معاكي كده يبقى زي الفل وتمام. تصفيه كويس، طبعا بتغيري الميه كذا مره عليه. طول ما انت داخله المطبخ وخارجه افضلي غيري الميه عليه يعني كده، وصفيه وغيري الميه عليه لغايه تاني يوم. واغسليه غسله حلوه كده وابدأي فيه. هنا بقى جبت حزمتين من الكرات وحزمتين من الكزبره وكمان كام واحده بصل كده. لو البصل كبير حطي حطي 3 كبار او 4 كبار. لو صغير زي اللي انا حطاه كده حطيت يمكن 5 6 كده من كانوا صغيرين عندي. فده انت اللي انت عايزاه فاتحه قللي الخضر، عايزاها غامقه اكتر الخضر. بس الاحلى ان الخضر تبقى قليله فيه، ما تكترش الخضر. وعايزه اقولك تحطي 6 7 فصوص توم من الكبار. تمام، هو ده كل المقدار. تمام يا ستي الكل. تمام. انا عملت كله في الكبه زي ما انت شايفه. بصراحه الكبه التانية دي مش حلوه خالص في التنعيم. انا عملتها في الكبه بتاعتي اللي هي بتاعت الخلاط، احلى كتير. المهم يا ستي هقول لك خطوه مهمه جدا. انت عايزه تعمليها زي المطاعم هتعمليها بتاعت المطعم بتبقى هشه. المطعم طبعا بيبقى فارمها، بس في حاجه كده بيفضل يلف يلف يلف. دي بيدخلها هواء. ايه هي الهواء ده؟ اللي هو زي المضرب الكهربائي اللي هو بتاع البيت زي ما انت شايفه ده، اللي هو كده انا بدخله هواء. وجبت نص معلقه من البيكنج باودر، حطيت نصها هنا ونصها هنا، نصها في الطبق ده ونصها في الطبق ده. يعني هي معلقه صغيره على 2 كيلو من الطعميه. وكمان حطيت معلقه كبيره من الملح وكمان كمون. طبعا ده حسب الرغبه، الملح والكمون على حسب الرغبه. بس بصراحة بتفرق جدا في الطعم. وكمان هنا بقى خلاص خلصتها وما شاء الله زي ما انت شايفة كده دخلت هوا كتير فيها. بسم الله ما شاء الله. عملت كده 6 7 8 9 10 11 12. يعني عملت اكتر من 15 او 16 كيس. بسم الله ما شاء الله. شوفي الكيس ده بتجيبيه قد ايه ما شاء الله. الكيس الواحد بيعمل اكتر من 15 واحدة من القرص الكبير. شوفي بقى 15 واحدة في اكتر من 16 كيس. بسم الله ما شاء الله. يعني تقريبا يعني لو انت هتجيبي طول الشهر هتجيبي اكتر من 450 500 جنيه من الطعمية. لكن بسم الله ما شاء الله انا عملت تقريبا 90 جنيه. عملت بسم الله ما شاء الله يجي 8 كام 14 او من 14 ل 16 كيس. بسم الله ما شاء الله. والكيس يا جماعة بيعمل اكتر من 15 واحدة. يعني انا الكيس اللي انا حاطاه في الطبق ده عامل لي 15 قرص من الكبير. شوفي بقى 15 قرص ده انت بتجيبيها بكام؟ بسم الله ما شاء الله. موفرة جدا ونضيفة وانت ضامنة نظافتها. وكمان طبعا بتحطي عليها سمسم وكزبرة مجروشة كده، طبعا دي على حسب الرغبة. بسم الله ما شاء الله. القرص يفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا. وطبعا الزيت تقدري ان انت تغيري، يعني تقدري قصدي تصفيه وتستخدميه كذا مرة لغاية ما تنحلي وبره. لا ما انا قلتها. بسم الله ما شاء الله. اعملي حاجتك في البيت. طبعا سحور رمضان لا غنى عن الطعمية في سحور رمضان. هنا بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما خلصت جوزي طبعا ما سابهاش، قال لي اعملي لنا كده كيس وجاب فينو وقلت لا نعمل سندوتشات وكوبايه شاي. عايزه اقول لك والله خطيره. جوزي كان يعني فظيعه فظيعه. بالف هنا وشفا. لايك حلو كده وادعي لي دعوه.